لكن لإطلاق النينجا الذي في داخلك ستحتاج إلى فهم بعض العلوم الحيوية الميكانيكية. يدور الراكل حول محوره العمودي، تعطيه القفزة وصولا أعلى من دون تعديل محور دورانه، ويعطي الدوران عضلاته مزيدا من الوقت لتسريع القدم التي تركل. ينتج ثني الساق التي تركل قوة عزم، لكنها أيضا زيادة سرعة الركلة. تذكروا، يحتاج النجاح في الركل الدوراني إلى الدوران على المحور العمودي وليس الأفقي. أكرر، ليس الأفقي. لم يستمع إلي. لا تهتم، انهض وحاول مرة أخرى. بماذا كنت تفكر؟ إنك أحمق. لا تستطيع. يبدو هذا الشاب مصمما، ربما استمع إلي. يا إلهي! لم يستمع. يا إلهي! لكن عند تنفيذ الركلات الدورانية بشكل صحيح يمكنها أن تسبب ضربة فورية إلى الرأس. كانت قوة الصدمة على رأسه تساوي 2000 نيوتن، أي ما يعادل أن تتعرض لضربة من تمرة أناناس تتحرك بسرعة 145 كيلومترا في الساعة. في الواقع إن ركلة دورانية منفذة بشكل مثالي كهذا فيها طاقة أكثر ب50% من الركلة العادية. لذا فإن القوة التي يولدها الدوران خطيرة ويجب التمرن عليها بحذر شديد. يمكن للمتفرجين الأبرياء أن يصبحوا ضحايا. لا ينصح بالتمرن على الركلات الدوارة على الأسفلت. ودعوة صديقك ليمارس ركلة دوارة عليك أمر أحمق. أدفع 20 دولارا إذا أوقعت هذه من فمي. أدفع 20 وأتحداك بأنه كسر فكك. بعد أن تتقن علم تنفيذ الركلات الدوارة، رجاء تأكد من استخدامها على الشخص المناسب. وهل يشهرون البطاقات الحمراء في التايكوندو؟ إليكم سائق جرافة متهورا، لكن ما هو المبدأ العلمي الذي سيوضحه؟